متواصلين في هذه التغطية الميدانية بالتأكيد المصاحبة للقاء، يعني خلونا نقول المثير فقط في أهدافه على الأقل بين الاتحاد القادم من جدة مباشرة مع بالتأكيد التعاون. كابتن محمد نور، يتقدم الاتحاد هدفين، تنهي شوطك الأول، المعنويات داخل فريق امتيازات كبيرة، متأهل إلى دور النصف النهائي في دوري أبطال آسيا. اللي يشوف المباراة أو يشوف الامتيازات اللي حصل عليها الفريق في بداية المباراة أو الشوط الأول لا يتوقع أبدا أن يعني يعود التعاون للمباراة. كيف تعلق؟ والله شايف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني سجلنا هدفين الشوط الأول، بداية الشوط الثاني يعني باغتنا التعاون بغلطتين فادحة يعني مننا نحن شخصيا، وسجلوا التعادل تقريبا حول الدقيقة 80. سجلنا الهدف الثالث، المفروض نحافظ على هدفنا، وسجلوا برضو التعاون التعادل. كان في أغلاط يعني واضحة، إن شاء الله حتتعالج في المستقبل بإذن الله. أما بالنسبة للمباراة يعني المجملها يعني كانت متوسطة بين الفريقين. الاتحاد كان مسيطر الشوط الأول، شوط التعاون الشوط الثاني يعني لم نفسه وقدر إنه يجاري الاتحاد في الشوط الثاني، واستطاع إنه يسجل 3 أهداف في الشوط الثاني. بالنسبة لي صراحة حكم المباراة كان متحامل علينا كثير داخل الملعب. يعني النتيجة كانت 2-2، كنا نتكلم مع الحكم نقول له اللاعب يتعالج برا، يقول لازم اللاعب ياخذ وقته في علاجه، ولازم تسأل اللاعب انه هل حيكمل ولا نطلب له نقاله. يعني انا اول مرة اسمع النظام هذا، ولا ممكن انا ما ادري عنه. الشيء المتعارف يعني بيننا احنا كلاعبين انه حارس المرمى فقط يدخل له العلاج داخل الملعب، وكل ما نتكلم معاه يقول الوقت انا اللي احسب الوقت. ويوم سجلنا الهدف الثالث صار الحكم يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه. يعني انا استغربت من رده الفعل هذه، كنا متعادلين 2-2 وكان هادي وكان يضحك. يوم ما سجلنا الهدف الثالث صار يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه، ويطالبني اني ارجع بسرعه عشان يلعب عشان نلعب عشان نكمل الوقت. وانا استغرب، وطبيعي انه نحن في الاسيويه بنكون يعني كويسين وبنأدي مباريات كويس عشان ما يكون علينا ضغوط يعني من التحكيم. طبيعي انه الحكم لما يكون اسيوي غير، لكن الحكم السعودي دائما زي كذا. ما ادري ايش التحامل هذا للاتحاد بالذات. يعني حتى كلام ما يتقبل الكلام. يعني سعود جاي يتكلم معه يقول لا تكلمني، دوبه كلمني الكابتن. جميل. وبيتكلم معاه طبيعي، بيتكلم معاه عادي. يعني انا مستغرب. احنا في النهايه بالنسبه لنا على الاقل لا نستطيع ان نتواصل ونسترسل في الحديث عن التحكيم. لا انا ما استرسل، انا اتكلم، انا اتحمل كلامي. انت تتحمل كلامك، لكن اسالك سؤال. هو بعد ما سجل التعاون ادرك الهدف الثالث اللي هو التعادل، اعطاك بطاقه صفراء. ليش اعطاك بطاقه صفراء؟ اعطاني بطاقه صفراء عشان اقول للحكم مو في سايت. يعني يقول لي لا تحلف، اقول له انا مو في سايت، يقول لي لا تكلم. يعني هو اللاين سامعني، وانا ما شتمت اللاين ولا قلت له شيء. بقول له مو في سايت كذا، اشر له مو في سايت، اعطاني كرت. اليوم النتيجه هذه تخشى محمد نور وانت الخبير القائد، تخشى ان تؤثر على وضعيه الفريق في دوري ابطال اسيا؟ ستقابل فريق ثقيل، فريق ربما لاول مره يصل الى نصف نهائي لكنه يبقى غريم تقليدي، امتيازات كبيره في الفريق الاهلاوي اليوم. والله ان شاء الله ما تاثر. اقول لك طبعا اذا الحكم كان اسيوي ما حتاثر علينا طبيعي. طيب كابتن، بصراحه ثنائي خط متوسط الدفاع المنتشر رضا تكر، اليوم لو كانوا موجودين كانت من الممكن ان تصل النتيجه الى 3-3، ولا قله خبره احمد عسيري، مع العلم انه يبقى اسامه المولد واحد من المع نجوم خط الدفاع في السعوديه ككل. وممكن لو كانوا موجودين حمد ورضا ممكن النتيجه تكون 4-5. يعني هي يعني عدم توفيق فقط لا غير يعني. طيب محمد، رسالتك دائما اللاعبين اللي يولدون لاعبين جدد الاعلام يعطيهم يعني وهج اعلامي مدح زايد، وبعدين كأن بالونه انتفخت وممكن تفش، مع كل التقدير والحب. فهد مسعد اليوم، فهد المولد عفوا، فهد المولد اليوم الحديث عنه واسع. وش رسالة محمد نور عبر الرياضية السعودية؟ والله ما عندي رسالة ولا شيء، بس بالنسبة للكلام هذا يعني جات فترة قبل تقريبا 4-5 سنين يعني كانوا يولدوا نجوم، وكان الاعلام يعني يرفع من قدرهم واختفوا ما عاد شفناهم. لكن اعتقد واتوقع انه فهد يعني شاف اللعيبه دول ويعرفهم شخصيا، وما اعتقد انه حيتاثر بالشيء ذا. وقبل فتره غير والفتره هذه الحاليه غير. يعني طبعا في نضوج. يعني دحين قبل فتره ما كان في نضوج للاعب يعني الجديد يعتبر، يعني اللاعب الهاوي. يعني حتى لو كان محترف في بدايته بيكون هاوي بالنسبه للمباريات وكذا. فاتوقع هذا المولد ان شاء الله مهم للنوعيه هذه ان شاء الله، واتوقع ان شاء الله حيكون
يعني من افضل 3 لعيبه في السعوديه. آخر ناحية كابتن أختم فيها معك، اللي هو الحديث عن الصحافة الرياضية. بدأت ربما مبروك زايد قبل شوي مع عبد الرحمن الدحيم كان يتحدث عن أنه لاني نايم ولا عندي مستحقات، عندي ولدي مريض الله يشفيه ويخلي له. أشياء كثيرة قبل ما تواجهون الأهلي في نصف النهائي. كقائد ترى بأنه هذا ربما يكون مخطط من الجماعة أو أسماء معينة للتقليل من وضعية الاتحاد، هز الاتحاد من الداخل؟ والله بالعكس، يعني ما اتوقع انه، يعني هذا الاشياء طبيعيه دائما بتصير، يعني لا جديد، يعني متعودين على الحاجات هذه. وبالعكس يعني انا اتمنى انهم يستمروا على هذا المنوال ان شاء الله، ونحن ردنا حيكون في الملعب باذن الله، حيكون قوي جدا. شكرا لك كابتن، اهلا، حياك. يعطيك العافية.